السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان جوزها مسافر، وهي عندها بنت عندها سنة ونص وحامل. بتقول كانت تسافر معاه بس لقت نفسها حامل وتعبانة فما ينفعش ان هي تسافر. فقال لها ما تقعديش في شقتك، لازم تقعدي عند مامتك او حماتك. قالت له خلاص هروح اقعد ايه مع مامتي. فبتقول هو ما شاء الله سخي وكويس، فبيبعت لي فلوس يقول لي اديها لمامتك. وبتقول لو في حاجة ناقصة في البيت انا بجيبها، لو في نور بدفعه، لو في حاجة باظت بصلحها. مش ساكتة يعني. فبتقول بس ماما فيها حاجة مضايقاني، كل ما البنت تيجي تاكل تقول لها خلصي الاكل، انت كده تخلصي الاكل. بنتي بتحب اللحمة والفراخ كتير، فلو حطيت لها حتتين لحمة مع رز وشوربة وكده تقول لها ايه خلصتي اللحمة. فبتقول لدرجة ان بنتي مرة رجعت ما امي عمالة تقول لها كده. فانا رحت متخانقة معاها في مرة، قلت لها ده من فلوس امها، محدش بيصرف عليها، محدش بياكلها، محدش بيديها، محدش. قالت لها وانا برضو محدش بيديني محدش بياكلني. قالت لها لا انا بديكي فلوس اكلنا وشربنا، ما تقعديش تقولي. وحتى لما جوزي بيجي بيجيب لكم هدايا غاليه ومش مستخسر فيكم حاجه، وكل شويه يقول لي ادي امك ادي امك ادي امك. انت ليه بتعملي كده؟ فبتقول لها دي حفيدتي، انت عبيطه، انت مجنونه، انا بهزر معاها. وايه اللي انت بتدي؟ هو انت بتدينا الفلوس وتعيرنا بيها؟ فبتقول وقعدت ازعق لها ومش عايزه اقعد معاها وانا زعلانه. قلت لها لدرجه ان انا هاجي مش هديكي فلوس في ايديكي، وانا هجيب الفراخ واللحمه اشيلها في التلاجة ليا ولبنتي بس، وهجيب الحاجات الحلوه ليا ولبنتي بس. ودول طبعا مامتي قعدت تعيط وقعدت تزعق. وانا زعلانه وعايزه امشي، بس مش عارفه اقول لجوزي ايه. وحتى اخواتي ما بيدوهاش حاجه، انا اللي بديها. حتى غير الفلوس اللي انا بديها لها دي بتاعت الاكل والشرب. بدفع التزامات بيت حاجات تانية، مش مقصره معاها في حاجه، ولا هي ولا اخواتي، محدش بيديها غير انا بس. عشان جوزي ما شاء الله عليه مرتاح وكويس. ماشي، ما انت مش هتذليها عشان بتديها، يعني هتديها ايه يعني؟ اكيد لو ظروفها حلوه كنتش هتديها. وايه سنه ونص تاكل ما شاء الله حتتين لحمه وبتتكلم في فراخ ويعني ده عيب اصلا، يعني تديها مناب زيها زي اي حد. يا ستي انت ما مش عاجبك اكل بنتك هاتي الزياده ليكي ولبنتك، لكن ما تشرطيش عليها ان هي تجيب وتعمل. وعيب تكلمي امك بالطريقه دي اصلا، انت بتتكلمي كده عشان بتدفعي فلوس، انت ما كنتيش بتدفعي فلوس كنت اتكتمتي وسكتي. انت مش بتذليها بفلوسك او قاعده بفلوسك، عيب تقولها كده، عيب تقولها كده اصلا. انت اللي بتربي بنتك غلط، لكن مامتك عندها حق. ممكن اسلوبها مختلف او غلط او زعلك او ضايقك، بس انت ما ينفعش تكلميها كده اصلا. وانت اللي غلط. ايه سنه ونص دي تاكل حتتين اللحمه؟ عيب يا ماما. حته يعني هي حته صغيره، حته وشويه اكلها تاني مفيش مشكله. لكن سنه ونص عايزه تاكليها حتتين لحمه واكتر من ربع فرخه؟ مفيش كده اصلا. مش دي مش ان انت بتشبعي بنتك او لا، دي كده قله ادب، هتطلعيها مفجوعه. المفروض تخليها عندها قناعه، تاخد حته زي اي حد، وشويه كل تاني مفيش مشكله. او خدنا المناب خلاص هي مره واحده. لكن على اللي انت بتعمليه انت حره بقى، روحي شقتك واعملي اللي انت عايزاه، تربي زي ما انت عايزه، تبوظي انت حره. امشي، مش عاجبك القعده قولي لجوزك. تخافي ايه وانت مش صغيره ومعاكي بنتك؟ خافي ايه من الشقه؟ روحي اقعدي كلي واشربي براحتك انت وبنتك، ياكش تجيبوا خرفان وتذبحوها. لكن ما تتكلميش امك بالطريقه دي، انت بتتكلمي بقوه كده عشان بتحطي فلوس، لكن مش هتذلي امك بالفلوس. عيب. وانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه ولايكات بقى وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.